وبيبدا الفيلم بفراج اللي بيكسر الازاز ده وبينزل لتحت بيخش على العصابه اللي قدامه، بينزل فيهم تخبط بكل غباء ولا حد فيهم فارق معاه. محمد بيروح جري عليه بالمكنه ولكن بيطلع على السور وبينزل على دماغه واحده استريفيكو، بيجيبه على الارض متدشمه، بيقوم له تاني بيرميه لتحت وبينزل وراه، بيقوم واحد تاني خالص هو بيقول ماجيكو واحد بس واللي فكر يعاديني لازم يطاس. المخرج بيقول ستوب، عاش يا فنان، ادائك كان جبار. فراج بيسلم على بطل الفيلم اللي بيقول له عاش عليه، مش عارف من غيرك هنعمل ايه يا فراج. وهوب البنت دي بتقول له فراج، النجم بيقول له الحق، بيوزة بتنده عليه، بيروح لها وبيقول لها عمري، بتقول له عمرك مين؟ ما هو لو عمرك ما كنتش وعدتني انك هتيجي امبارح وما جات. بيقول لها غصب عني، بس النهارده هعوضك عن امبارح واديكي درس النهارده. وهوب واحده تاني بتقول له فراج، النجم بيقول هوبا لبس الاتنين قفشوه، تفتكر هيخلع منها ازاي؟ تايجر بيقول له عيب عليك يا نجم، ده ما بيحترش في حاجه، وفعلا بياخد الاتنين في حضنه وبيركب بيهم العربيه. تايجر بيقول له يا ريس تليفونك بيرن، بيقول له ده وقته، بيرد بيقول ازاي الكلام ده، وبيرمي الاتنين من العربيه وبياخدها جري من المكان. في الوقت ده الاسيس بيقول للاكي يقول لي يا ابني قابل كاميني تبقى مراتك، بيقول له اكيد يا ابونا. بيقول للعروسه وانت يا كاميني قابله فراج يبقى جوزك، بتقول له اكيد يا ابونا. بيقول لهم طيب يلا بوسوا بعض، بيقرب منها ابوهم خلاص هيبوس، ولكن فراج بيقول له اثبت محلك يا، بيقول له فيها اخويا، بيقول له انت خليت فيها اخوك، فين الوعد اللي خدناه؟ انت بتعمل ايه يالا؟ هتتجوز؟ بيقول له حبيتها، بيقول له كمان حبيتها وبتقولها في وشي، عايز تتجوز وتسيبني؟ بيقول له اخويا هعيش جنبك الباقي من حياتي من غير جواز، انا عايز اتجوز واجيب اطفال واعمل زي الناس. بيقول له الحمام راح فين؟ خش الحمام واعمل زي الناس. بيقول له مش قصدي حمام يا عم، انا نفسي اجيب لي حته عيل من واحده بحبها وتحبني. بيقول له يعني انت بتحبها اول درجه انك هتتجوزها؟ بيقول له عرفت بنات على عدد شعر راسك، بس انت عارف ما حبيتش حد فيهم الا دي، هي اللي دخلت قلبي وقفلت عليها من جوه. بيقول له انا مقدر مشاعرك، بس اللي انت بتعمله ده غلطه كبيره قوي، مش عايزك تندم عليها في يوم من الايام. يلا ابونا شوف هتعمل ايه. بيقول له ما فاضلش غير البوسه بس يا ابني. بيقرب منها ابوه خلاص هيبوس، ولكن بيبو بتقول له اثبت محلك منك ليها. يا دي الجوازه اللي مش راضيه تتم يا صديقي، ده لو حد عامل لهم عمل مش تتعقد بالشكل ده. المهم لك بيقول سمراته، فراش بيقول له سمراته ولا سمين، الدخله دي على كتير، دي دخله تاجر مصامير. بتمسك كاميني وبتقول لها انت اتجننتي، هو ده الوعد والعهد اللي احنا واخدينه وهنعيش عليه؟ خلاص هتكسريه وتدمري حياتك كلها يومين واعرف انك حامل وهتخلفي حته عيل يخلص عليكي. بتقول لها بجد؟ يلا بينا يا لاكي. سمرتها بتقول لها خدي هنا بنتي، بما انك نويتي وخلاص ضربت في دماغك تكسري العهد اللي بينا، هتكسريه علشان تتجوزي واحد عرة زي ده؟ طب خدي لك واحد عليه القيمه. فراش بيقول لها فيها مسمار عامله داخله يا فرع نخله محسساني انك لمونه في بلد قرفانه. بتقول له بس يا حماده. بيقول لها حماده اللي قدامك ده يبقى اخو العريس اللي انت جايه تبوظي له الجوازه، ما تعرفيش انا مين؟ بتقول لها اكون مختار كوكلي يعني؟ بيقول لها لا انا البطل الحقيقي اللي بعمل الحركات اللي بيشوفيها في الافلام. بتقول له كومبارس يعني؟ بيقول لها انت بارده قوي يا بنت انت، وكلامك كتير قوي ولتت على الفاضي، اتعلمت من الماضي ازاي اخرص امثالك بافعالي. بتقول له افعال مين يا دجال؟ يا غله من غير غربال، هي جبنه معموله من لبن حمار، وريني هتعمل ايه يا صرصار. وهوب بيمسكها من قفاها بيلبسها الكرباج، بيسكتها خالص والكل بيكون في منتهى الصدمه بما فيهم سمراته صديقي. بيسيبها بتقول له انت، بيقول لها ايه هسكتك تاني، بتقول له حقير، بيقول لها وقلبه خطير، والاتنين بيمشوا كل واحد في طريق. تاني يوم اخوه لاكي بيعمل الفرح وبيفضل قاعد على اعصابه لان فراج قاعد وسط المعازيم بسكين. لاكي بيشوفه بيروح له وبيقول له اسطى علشان خاطر اعدي الفرح خليه يتم على خير. بيقول له حمار انا قاعد علشان البت الحربايه دي مش ناويه تعديها على خير، لو عملت اي حركه هغزها ونخلص منها، زمانها دلوقتي بتوسوس لمراتك زي الشيطان، اسمع مني انا عارف الاشكال دي كويس. وفعلا سمرتها بتقول لي كاميني صدقيني ومن غير حلفان الرجاله دول مفيش في دماغهم غير حاجتين، النوم وفلوس البنزين، يعني الواد ده ما اتجوزكيش علشان بيحبك زي ما هو مفهمك كده، اتجوزك علشان ياخد حاجه معينه منك. بتقول لها وايه المشكله ما حقه، انا هبقى مراته. بتقول لها كسر حقه، انت عايزه يحصل معاكي زي ما حصل مع امي؟ ابويا جابني انا واختي من امي وسابها مبليه بينا. بتقول لها يا بنتي اكيد الرجاله مش غدارين كلهم زي بعض زي ما انت فاكره. بتقول لها لا مش فاكره، انا متاكده كلهم صنف واحد غرضهم واحد، وان اتجوزتي وخليتي جوزك يلمس شعره منك هيكون مصيرك نفس مصير امي، يجيب منك عيلين وتترمي بيهم لا تعرفي رايحه فين ولا جايه منين. لو فاكره اني متجوزك علشان بحبك جربي، خليه ما يقربش منك وشوفي هيكمل معاكي ولا لا. بتقول لها خلصانه هجرب وهشوف. الناحيه الثانيه فراج بيقول لي لك اسمع لا انت هتشرب دي فيها خلطه سحريه هتخليك وحش عنيد، عايزك تدغدغ البيت شهر ولا 2 تزهق منها ارميها واشوف لك واحده تانية. بيقول له اخويا انت فاهمني غلط، انا بحبها بجد ونفسي اكمل معاها الباقي من حياتي. بيقول له يبقى مفيش باقي في حياتك، انت كده دفنت نفسك بالحياه اصلا، مفيش حاجه اسمها حب اصلا، ده في الافلام بس يا حبيبي، في حاجه اسمها عصير ولعب كتير تعيش عيشه اساطير. بيقول له حاضر يا اخويا بس لو حبيت اكمل معاها تسيبني براحتي. بيقول له مش هتكمل، وادينا انا وانت قاعدين والايام هتثبت لك يا حزين. بيقوم يرقص وبيولع الفرح. وهو تايجر
بيرمي الازازه دي بعيد. سبحان الله صدفه بتنزل على دماغه. واحد من الشباب بيقول له الحق يا تايجر، في واحد ضرب فراش بالازازه. بيقول له مين؟ هو فين؟ بيقول له هناك. بيروح جري على هناك. بيقول له مين ضربك يا اسطى؟ بيقول له معرفش، اكيد البت بتاعت المسامير. بيقول له خش على المعازيم. بينزلوا في كل اللي حواليهم برشيم، بيقلبوا الفرح كرخانه. سمرته بترجع على البيت، خالتها بتقول لها بنت يا سمرته سمعت ان كمان اتجوزت. بتقول لها خالته اتجوزت. بتقول لها عقبالك كمان انت يا عمري. بتقول لها بعد الشر. بتقول لها ما هو مش معقول يعني يا بنت هتفضلي كده من غير جواز، البنات في سنك متجوزين ومخلفين وعيالهم قربوا يخلصوا تعليم. بص انا جبت لك هديه من الهند، هي دي اللي فيها البركه، بمجرد ما تلبسيها هتلاقي العرسان عليكي بالكوم. بتقول لها جواز تاني؟ انا مش عايزه يا خالته. بتقول لها علشان خاطري طيب البسيها، ما هو الطرحه دي مش هتجيب لك عرسان وخلاص، هتحقق لك اي امنيه بتتمنيها. بتقول لها بصراحه انا نفسي اكون احسن دكتوره في امريكا كلها. بتلبسها وهي في الطريق لشغلها، الطرحه بتطير منها بتيجي في وش صاحبنا ابو مكنه ده، بتقلبه. بتقول الظاهر طرحه خالته فهمت الموضوع غلط. بتروح على المستشفى وبتقول لعلي الف مبروك يا عم، النهارده هتعمل اول عمليه ليك كدكتور في المستشفى. بيقول لها ادعي لي انا خايف قوي. في الوقت ده فراش بيفطر واخوه بيحضر في المكان، بيشوف البنت دي خارجه من عنده بتعيط، بيسيبها وبيخش له جوه. بيقول له يا اسطى اول مره اشوف بنت خارجه تعيط من عندك، ايه اللي حصل؟ طول عمرك بتحب تراضي الولايه. تايجر بيقول له صح يا راجل، البنت طول الليل مظبطاه، ليه قلت لها مش عايز اعرفك تاني؟ يقول له ما شفتش واحنا بنفطر كل كلامها بيبدا بحرف الجيم، وجيم يعني جواز، وانت عارف انا بكره حروف كلمه الجواز كلها. قدامك اهو اخويا لك نموذج حي، عبره المفروض نتعظ منها. بقاله اسبوع متجوز، اساله عن رايه في الجواز، ما بيردش عليهم وبيخرجوا بره على الشغل. فراش بيقول له يا ابني اتكلم، ايه اللي حاصل معاه؟ بيقول له ما هو انا لو حكيت لك هتسفخني بالكلام. بيقول له لا احكي. بيقول له عايز تعرف ايه يعني؟ عايز تعرف ان انا وهي لحد دلوقتي اخوات؟ بقول لها امبارح يا بنت حرام عليكي، ليه بتعملي كده؟ انا جوزك، ليه مش عايزه تديني حقي؟ بتقول لي لو انت عملت كده يبقى متجوزني علشان كده، مش علشان بتحبني خالص. طول النهار قدامي شبه علبه القشطه، ولكن كل ما بقرب منها بتعمل حوار وبتبعدني عنها، مش عارف اتلام عليها اصلا. تايجر بيقول له لبست اخويا. فراش بينزل من العربيه لكن بيقول له استنى اصلا انت ناوي تعمل ايه؟ بيقول له اصلا مراتك بتحبك، اكيد المسمار اللي معاها هي اللي لعبت في دماغها ولا يهزها، انا هجيب لك 1000 بنت تحت رجلك. بيقول له لا يا اخويا انا مش عايز حد غير كاميني، حلوه وعجباني يا عم، ولا مليون بنت يغنوني عنها. بيقول له يبقى خلاص لازم نعمل لعبه نخليها تعمل لك اللي انت عايزه. وهوب صاحبنا ده بيخبط فيه، بياخد الباروكه من على دماغه. بيقول له بس ساهت ولقيناها. بيقول له هي ايه؟ بيقول له اسمع كلامي ونفذه بالحرف الواحد. بيلفوا بالشاش وهو بيلبس لبس دكتور. كمان بتحضر في المستشفى وبتقول له لاكي هو ايه اللي حصل له يا دكتور؟ بيقول لها حاله حب. بتقول له نعم. بيقول لها حاله هبه. بتقول له والعمى. بيلسع بحته قلم محترم. هو بيقول لها لانك انت السبب، وصل للحاله دي علشان النسوان، الباشا متجوز ولحد دلوقتي مراته زي اخته. بتقول له انا مراته. بيلسعها بقلم. هو بيقول لها كمان انت مراته؟ يلا يا هانم خديها على البيت صلحي اللي بوظتيه. بتقول له حاضر يا دكتور. بتاخدوه وهو سمرته بتحضر في المكان، بتبص على البلطو. هو بتقول له دكتور ليتر. بيقول لها ليتل مين؟ ايوه انا دكتور ليتر. بتقول له انت في انهي مستشفى بقى؟ بيقول لها في المستشفى الدوليه. بتقول له يا ترى ايه اللي جابك هنا يا دكتور؟ بيقول لها معايا الحاله دي. بتقول له بجد؟ الف سلامه. ماله ايه اللي حصل له؟ بيقول لها عنده شيزوفرينيا وعايز يتعالج. بتقول له نعم. بيقول لها عنده شيزوفرينيا وعايز يتعالج. بتقول له طيب معلش وريني الكارنيه بتاعك. تايجر بيقول له ايه رايك نقلع الباروكه خلاص؟ بيقول له اقلع. بيقلع الباروكه. بتقول له شفت يلا اللي وهمك وقال لك انك بطل ضحك عليك يا مغفى، صحيح انت اللي بتعمل كل حاجه ولكن قدام الناس ولا حاجه، صدقيني يا اختي كلهم صنف واحد، كدابين غدارين ومننا مش عايزين غير 5 دقايق بالكتير، ابلعي بقى. وبتسيبها وتمشي. لكن بيقول له ارتحت يا اسطى خربتها. بيقول له خليها تغور هي وصاحبتها يا عم. بص يا اسطى احنا معانا تصوير فيلم جديد في ايطاليا، الفيلم ده هيكسر الدنيا، هروح هناك واجيب لك 2 3 من ايطاليا يحلوا من على حبل المشنقه. في الوقت ده علي بيقول لسمرات انا مش عارف اجيبها لك ازاي، في خبرين، واحد حلو والتاني واحد، الاول انك اتقابلتي وهتبداي تعملي عمليات للمرضى في المستشفى، التاني لازم بقى تدفعي 5000 دولار عشان تحطيهم تامين. بتقول له سهله هتصرف فيهم. بتتصل بواحد من زمايلها وبتقول له جاك اخويا اللي مشرفنا في اخراج الافلام الامريكيه. بيقول لها عايزه ايه يا سمراته؟ عارفك ما تتصليش الا لو عايزه مصلحه. بتقول له اي شغلانه وحياه امك تجيب لي 5000 دولار، مزنوقه فيهم خدمه مش هنساها لك الباقي من عمري. بيقول لها جيتي في وقتك، لسه بدور على واحده شبهك تعمل دور صغير في فيلم الجديد، تعالي على ايطاليا. بتقول له جايالك. وفعلا بتحجز وبتركب الطياره وهوب سبحان الله صدفه غريبه يا اخي، بتلاقي معاها مين في نفس الطياره؟ هو فراج يا صديقي. وشوف بقى محاسن الصدى، رقم الكرسي بتاعها جنب الكرسي بتاعه، دي مش محاسن الصدى، دي محاسن بتاعه الخضار. المهم خلينا مصدقين ومع بعض مكملين. بتقول له هو انت؟ بيقول لها ايوه انا. هي طياره دادي وانا ما اعرفش. بتقعد جنبه بيفضل يميل عليها. بتسيبه وبتروح للمضيفه وبتقول لها معلش انا عايز اغير مكان. بتقول لها تحت امرك يا فندم. بتغير لها رقم الكرسي وبتسيبها وتمشي. فراج بيقول لها لو سمحت يا فندم عايز بس اغير مكاني مش مرتاح مع الشخص اللي جنبي. بتقول له تحت امرك يا فندم اتفضل على الكرسي اللي هناك. وسمرتها
بتقعد على الكرسي الجديد بتاعها، بتروح في النوم وبتنزل على كتف الشخص اللي جنبها. الراجل بيستغرب وهو بيشيل الغطا من على وشه، وسبحان الله نفس محاسن بتاعه الخضار بتحضر في المشهد. بيكون هو فراج يا صديقي. بيقول للمضيفه معلش يا فندم البنت دي مضايقاني. المضيفه بتصحيها وبتقول لها لو سمحت انت مضايقه الراكب اللي جنبك. بتقول لها بجد انا اسفه. بتبص بتلاقي هو فراج. بتقول له لا بقى ده انت مراقب. بيقول لها راقب مين يا عره العرق يا غطيان من غير حلق يا مره القاعده جنبك تجيب الشلل. برضه يا فراج دي تجيب الشلل دي تعمل حلل تظبط اي خلل، انما الشلل ده في بعضهم مختص فيه. المهم يا صديقي بيوصلوا على ايطاليا وسبحان الله برضه محاسن في الموضوع. المخرج بيكون باعتها لايطاليا لنفس الفيلم، وشوف برضه محاسن الصدف هيعملوا هما الاثنين نفس المشهد. يا محاسن عالميه لو المخرج اسمها محاسن ما كانش هيجيب الصدف دي كلها. المهم يا صديقي المخرج بيقول لهم بص يا شباب عايز المشهد فيه رومانسيه حاجه محن بلدي كده. بتروح تركب معاه بيقول لها زي ما قال المخرج عايزين رومانسيه وريني عديمه الاحساس. بيطلع بالمكنه والبت بتبدع صديقي. بتطلع قدامه ومش هكمل علشان صديقي السنجول مفيش حاجه تجراله. بينزلوا في اخر المشهد بيركب البطل الحقيقي. سمرتها بتقول له يا احساس جامد او مختلف قوي لما ركب البطل الحقيقي، تحس ان كنت راكبه مع حمار بلدي. فراج بيسيبها ويمشي. بتخلص وبتخرج بره. بيكون واقف مع البنت دي بيقول لها استنى يا مسمار ايه رايك في البنت دي؟ بتقول له نعم. بيقول لها مش انت ما بتحبيش الرجاله؟ جبت لك واحده اهي انتمي معاها. خلاص استنى بس ايه اللي مزعلك؟ يعني انا غلطان؟ عارفك ما بتحبيش الرجاله اكيد بتحبي النسوان. بتقول له انا لا بكره الرجاله ولا بكره النسوان انا بكرهك انت. بيقول لها طيب ليه؟ ده حتى ما تعرفينيش كويس وربنا انا عاجبك قوي بس انت اديني فرصه. بتقول له فرص اما يخش عليك يكسر عظمه ده لما اديكي بيض يالا. وبتسيبه وتمشي. بيرجعوا تاني على امريكا وهم في المطار. سمرتها بتروح للظابط دي وهو بتقول لها كلمتين في ودانها وبتمشي. الظابط بتروح لفراج وبتقول له بعد اذنك تعالى على التفتيش الخاص. تايجر بيقول له يا ابن اللعيبه حتى في المطار دايبين فيك. بيقول له اعمل ايه بقى؟ دايما امي كانت بتقول لي ربنا يجعلك من جبارين الخواطر. بيروح وراها وفعلا بتاخده جوه. بيقول لها ها فين بقى؟ وهوب بيلاقي واحده التانيه وراها صديقي. بتقول له فين المخدرات؟ هلا بتنزل فيه شلفت يمين في شمال. تايجر بيقول له وطي صوتك يا ريس هتفضحنا الكل سامعك بره. طب انا هستناك في العربيه يا وحش ها. وبيسيبه ويمشي. فراج بيتفتش وبيخرج وراه. سمرتها بتقول له بالشفا حماده. بترجع البيت وخالتها بتقول لها طيب انا جبت لك الطرحه من المعبد ضيعتيها، خدي بقى الساعه دي برضه هتحقق لك كل اللي بتحلمي بيه واكيد هتجيب لك العريس اللي انا بحلم بيه. ربنا يهديك يا بنتي وتشوفي لك عريس محترم يحتويكي. بتقول لها عريس تاني يا خالته؟ بتقول لها حقك عليا البسي الساعه دي بس علشان خاطر كل ما تعدي ساعه من الوقت هتشتغل اغنيه كريشنا فيها اسمعي مني بس والبسيها. بتلبسها وفراج بيروح يقابل لاكي. بيقول له اصلا انا مش قادر ابص لاي بنت غير مراتي بحبها يا عم. بيقول له عارف اما الست ترفضك بيبقى احساس وحش قوي وبالتحديد لو كانت الست دي مراتك، بس احنا عارفين ان مراتك بتحبك والشيطانه اللي معاها هي اللي لعبه في دماغها، بس انا عندي فكره هتخلي مراتك تكسر كلام الشيطانه دي. بيقول له بلاش افكارك اللي بتبوظ لي الدنيا اكتر يا عم انا بالعافيه عديت حوار المستشفى ده. بيقول له عيب عليك دي كانت غلطه احنا اولاد النهارده هنلعب عليها لعبه عالميه. احنا لازم نعرف مراتك انها مقصره في حقك ولو فضلت مكمله انت ممكن تضيع من ايديها ولذلك لازم تشوف واحده تاني بتلف وراه يعني بنت تعكسك عايزك باي طريقه تبوس ايديك علشان تاخد رقمك وانت الشريف العفيف اللي صابر على مراتك ومستنيها. بيقول له حلوه قوي الفكره دي. بيقول له طب هات رقم مراتك بقى علشان اخلي حد يبلغها على المكان اللي احنا هنروحه بالليل. وفعلا على بالليل شخص بيتصل بيها وبيقول لها الحقي جوزك في كباريه يا ست هانه. بتقفل معاه وبتتصل بسمراتها. في الوقت ده فراج بيقول له تايجر هي البت دي اللي هتعمل الدور؟ بيقول له ايوه هي. بتكون خلاص هترجع عليهم ولكن لاكي بيسندها وبيدخل بيها الحمام. فراج بيقول لتايجر انت ما لقيتش غير دي تعمل الدور؟ ما انا قلت لك هات اي ممثله من اللي احنا نعرفها. بيقول له الممثله يا اخويا عايزه $800 انما دي انا جبتها ب $80 ما تقلقش هتمثل حاجه. في الوقت ده لاكي بيكون في الحمام وبيقلع البنطلون ده يغسله من الترجيع اللي عليه وهوب كامن وسمرتها بيحضروا في المكان. سمرتها بتقول لها صدقيني كلهم صنف واحد. بتقول لها اكيد سهران مع اصحابه مش اكتر. لاكي محترم ما يعملش اي حاجه غلط. بتقول لها يا بنتي انت اللي محترمه برهان لو مكان مع واحده دلوقتي. بتقول لها مستحيل. وهوب الشرطه بتطب في المكان بيخرجوهم من الحمام مع البنت دي. بيقول له الظابط استنى يا باشا الموضوع مش زي ما انت فاهمه يا حبيبتي. بتقول له اخلص خالص مش عايز اسمع صوتك وبتلسعه بحته قلم محترم. ياخدوه فراج بيخرجوا. بيقول له بص يا اسطى طبعا انا مش قصدي ان مراتك تشوفك بالمنظر ده بس انا زي ما بوظت كل حاجه هصلح كل حاجه وهتحمل اي تهزيق من البت اللي اسمها سمراته دي. وفعلا بيروح لهم وبيقول لها كامن اسمعيني علشان خاطري. طيب انت يا سمراته صدقيني اللي حصل ده غلط يا انا لكن محترم ما عملش اي حاجه من غير يمين بيحب صاحبتك قوي. سمراته بتقول له اسمع على انت لو اتقلبت قرد مش هخليها تسامحه. بيغضب وسمراته بتسيبه وتمشي. على بالليل بيروح على الشغل وبيبدا المشهد. لاكي بيكون معاه في المشهد ولكن مش مركز في الشغل يا صديقي. المترو بيكون خلاص هيخش فيه ولكن ما بيخشش. هو بيخبط في العمود ده بيرمي فراج على السيخ الحديد بيعوره في بطنه. بيجيبوا له الاسعاف وبياخدوه جري على المستشفى اللي فيها مين؟ هي محاسن يا صديقي. وسبحان الله بتكون اول عمليه ليها ومجرد ما بيشوفها بينصدم وهي بتنصدم. وفراج بيقول لهم ايه اللي جابها هنا دي؟ الممرضه بتقول له دي الدكتوره اللي هتعمل لك العمليه. بيقول لها دكتوره مين؟ دي خربت بيوت مشوها من هنا هتقتلني. سمرتها بتقول لهم ما تستغربوش ده تاثير البنج زودوا له الجرعه يا مناعه.
ودول الجرعه وبتبدا العمليه. بتخلص وبتروح على المكتب بتاعها والممرضه بتقول لها اتفضلي يا دكتور، دي اشعه المريض اللي اسمه فراج. بتاخد الاشعه وبتحطها على الجهاز وبتركز في اللي بتعمله، ولكن بيلفت انتباهها حاجه في الاشعه. بتنصدم لانها بتلاقي الساعه ظهرت في الاشعه صديقي. بتبص على ايديها ما بتلاقيش الساعه وبتروح جري على الاوضه اللي فيها فراج، ما بتلاقيهوش. بتخرج بره بتلاقي زمايله مسندينه. بتقول له استنى يالا، فراج بيقول لهم اجروا هتقتلني. بتقول له استنى يا عم انت رايح فين؟ ومين اذلك بالخروج من المستشفى اصلا؟ بيقول لها انا. بتقول له لا المفروض تستنى الاذن مني. بيقول لها ايه اللي بيني وبينك؟ انت ده تايجر دفعت فلوس المستشفى؟ بيقول له حصل يا ريس. بيقول لها بيني وبينك حساب واتدفع، انما تقولي لي امشي وما تمشيش ما حدش له حكم عليا. بتقول له الله يهديك ارجع معايا على المستشفى. بيروح على العربيه بتمسك فيه. بيقول لها انت عارفه لو لمستيني تاني هعمل مصيبه هنا قدام المستشفى واقول انك عايزه تقتليني. بتقول له بص ايديك استنى، انا الدكتوره بتاعتك دلوقتي ولازم تسمع كلامي، انت لازم ترجع معايا. بيقول لها لا انت عارفه لو كنت اعرف انك انت اللي هتعملي لي العمليه كنت مت وما كنتش هاجي هنا. بيقول لها خلاص خالص ما تقوليش حاجه تاني، انا همشي خلاص مش طايقك قدامي. هو بيسيبها ويمشي وتعدي الساعات وتفوت الايام، وبعد اسبوع بيرجع تاني على الشغل. بيعمل المشهد ده وبياخدها جري وتنطيط ولا كانه كان واخد دور برد وخف منه. وهوب حصدته يا صديقي. بيطب ساكت على الارض وبيمسك بطنه وبيقول الحقونا يا جدعان. ياخدوه جري على اقرب مستشفى، والمره دي محاسن بتشيل ايديها من الموضوع. بيعمل عمليه عند دكتور تاني وهو بيخرج من بطنه الساعه. بيقول مين اللي عمل له العمليه اما حصلت له الحادثه؟ الممرض بيقول له دكتوره سمرات يا دكتور. بيقول لهم نسيت ساعه في بطن المريض، دي مصيبه مش عليها بس على المهنه كلها. بياخدوها على المحكمه والقاضي بيقول لها سمراته انت نسيتي ساعه في بطن المريض، دي كارثه، انت عار على المهنه كلها ولذلك هنسحب منك الرخصه، ولو فكرت ترجعي لمهنه الطب تاني هيكون جزاتك الاعدام. وتخرج بره. وللاسف يا صديقي ما بيرحموش بتوع الصحافه والاعلام. اختها بتقول لها انت ازاي عملت كده؟ ما يشرفنيش انك تكوني اختي، انت فضحتينا وخليتي سيرتنا على كل لسان. وبتطب ساكته على الارض. وهوب سمرته بتصحى من النوم يا صديقي، كابوس وكل اللي حصل فيه خايفه يحصل معاها. بترجع المستشفى وبتحكي كل اللي حصل لزميلها علي. بيقول لها ساعه يعني الواد ده عايش بساعه في بطنه؟ دي فيها قفل المستشفى. بتقول له اهدى يا فندم هتفضحنا، اهدى كده وركز وقول لي هنتصرف ازاي في المصيبه دي. بيقول لها مفيش حلول، مفيش حل غير انك تجيبي الواد ده وتخرجي من بطنه الساعه. بتقول له مش هينفع. في الوقت ده فراج بيصحى من النوم ومره واحده بيسمع الاغنيه اللي في الساعه. بيقول ايه الصوت ده؟ البت دي بالعراضي ولا ايه؟ الصوت بيسكت. بيخش ياخد داش. الاغنيه بتشتغل تاني. بيغضب وبيقول اكيد الصوت ده جاي من بره. بيخرج بره. هو بيقول مين اللي مشغل اغاني هنديه ده؟ نفس اليد الهرمله نزله. الصوت بيسكت. بيخش يكمل الحمام. في نص اليوم الاغنيه بتشتغل، ما بيكونش عارف الصوت ده جاي منين. بيكسر السماعات اللي في البيت كلها. وتايجر بيقول له اهدى يا سيد الناس. وبيمسك الشاشه دي بيكسرها معاه. بيقول له انت سامع الصوت اللي انا سامعه؟ بيقول له ايوه انا حاسس انه قريب قوي مني. بيقول له يبقى انت. وبينزل فيه تخبيط على الكنبه. بيرجع تاني على الشغل والمخرج بيقول له ركز. وهوب الاغنيه بتشتغل بتجننه. في الوقت ده لاكي بيقول لكامل انت بتعملي ايه؟ بتقول له بعمل لك حدود، من النهارده الخط ده بيني وبينك في البيت، البيت ده بتاعي والبيت ده بتاعك، اياك تيجي ناحيه بيتي. بيقول لها حبيبتي صدقيني. بتقول له مش هصدقك. سمرتها كان عندها حق اما قالت له كلكم صنف واحد. في الوقت ده سمرتها بتقول لعلي ما اعرفش ازاي بس هجيبه. بيقول لها يا بنتي مش انت بتقولي انك لا بتقبليه ولا بيقبلك؟ بتقول له انت عايزني اعمل ايه؟ اخسر شغلي ومستقبلي علشان واحد زي ده؟ مش هنولها له. بيقول لها ده لو حس انك عامله فيه مصيبه زي دي مش هيرحمك. بتقول له عارفه ولذلك لازم اتحرك بسرعه، هقابله هعمل المستحيل علشان اشيل كره من قلبه. بيقول لها معاكي رقمه؟ بتقول له لا بس هتصل بلاكي اخده منه. في الوقت ده لاكي بيكون عند فراج وحكى له على الحدود اللي عاملاها له كامين. بيقول له بص يا اسطى انا غلط بس وعد مني هصلح غلطي وهعمل المستحيل علشان كامين تسمع لي. بيقول له المصيبه مش في كامين، في سمراته، وانت وسمراته ما فيش عمار ما بينكم. وهوب تليفونه بيرن. بيقول مين؟ بتقول له ازيك يا لاكي؟ بيقول لها زي الزفت، انا هكمل الباقي من حياتي ادعي عليكي روحي ربنا ما يسامحك. بتقول له استنى بس علشان خاطري انا متصله اسالك عن فراج. بيقول لها نفسك اقول لك ما لا عايش وزي الفل ورجع احسن من الاول كمان. بتقول له على فكره انت فاهمني غلط، انا الدكتوره بتاعته وتهمني قوي ان حالته تكون زي الفل ولازم يجي المستشفى اطمن عليه بعد العمليه. فراج بياخد منه التليفون. بيقول له كلامها كتير توجع الدماغ. سمرتها بتقول له وجع مين؟ ايه اللي وجع؟ بيقفل السكه وتايجر بيقول له عاش عليك يا زعام من يومك حارقها. لاكي بيقول له حارق مين؟ انا مستغرب ليه سالت عليه رغم انها كانت مش طايقاك ومنفضه لك. بيقول له تنفض لمين يالا؟ انا اللي منفض لها. بيقول له يا اسطى انا عارف ان البنات كلها بتحبك وبتموت فيه ولكن سمرتها مختلفه غير الزباله اللي تعرفها. البت بتبص له ايه يا اعمى؟ فراج بيقول له يا اسطى انا هعيشها اسود ايام حياتها، هي مش بتلف ورايا وهتموت عليا قلب حجه انها الدكتوره بتاعتي. انا همشي معاها على الخط ده وهفهمها اني حبيتها ولكن مش هحبها، هعمل معاها الجلاشه وهخليها فرجه على كل شاشه واما ازهق منها واحس ان نار تفيت هشيل الفلاشه. بيقول له بتحلم اخويا؟ بيقول له وحياه ما حرقت قلبك ووسوست لمراتك لا خليها عبره لاي حد يفكر يعكر مزاجي ولا مزاجك. اعلى بالليل بيروح مهرجان الجوائز لانه بيكون مرشح لجائزه افضل بطل ولا ستاره. بيروح على المهرجان وفعلا بياخد الجائزه واللي بيسلمها له بنفسه سيلفستر ستالوني. بيقول كلمته والكل بيسقف له بما فيهم سمراته. فراج بيكون في منتهى السعاده وبيحط المايك عادي على بطنه. وهوب الاغنيه بتشتغل الكل بيسمعها. سمراته بتقف وبتحط ايديها على قلبها من الخضه. واحد من اللي قاعدين بيقول اللي جنبه الظاهر ان ده النشيد الوطني بتاعهم قوم يلا. بيقوم والكل بيقوم
ومحدش فاهم حاجه بما فيهم فراج يا صديقي. تاني يوم بيروح على الشغل وبيعمل المشهد زي ما قال الكتاب. سمرة بتكون مستنياه وفي اخر المشهد بيقع في الميه. سمرة بتصرخ مش خوف عليه لا يحصل له حاجه تروح في داهيه. المهم فراج بيخرج من الميه، بتروح له جري وبتقول له انت كويس؟ بيقول لها وانت مالك؟ بتقول له يا عم تسلم، انا خايفه عليه، اللي انت بتعمله ده كتير بعد العمليه. المهم انت كويس ولا حاسس بحاجه؟ طمني. وبعدين ايه اللي انت بتشربه ده؟ وريني لا يكون مضر عليه. بتاخد الكوبايه وبتلف الناحيه الثانيه، بتحط له حبايه علشان يتعب ويروح على المستشفى. بتحطها وبتقول له اشرب مشروب كويس. بيقول لها انا ملاحظ انك اتغيرتي وكمان خايفه عليا قوي الفتره دي، اوعي تكوني. بتقول له انا همشي. بيقول لها بالسرعه دي؟ بتقول له معلش معايا شغل. بيقول لها اشوفك تاني؟ بتقول له بعد نص ساعه، صدقني هنتقابل. بيقول لها خلصان. بتسيبه وتمشي وبتعدي ساعه واثنين وثلاثه وسمرة مستنياه يتعب ويجي المستشفى ولكن ما بيجيش يا صديقي. بتقول له علي انت مش قلت لي الحبايه دي هتشتغل بعد نص ساعه؟ بيقول لها اه والله. بتقول له امال ليه ما جاش لحد دلوقتي؟ وهوب كمان بتتصل بيها. بتقول لها بقول لك ايه، معلش اتصل بلاكي لان في حد من زمايلي قال له انه راح المستشفى، ما تقلقيش لاكي كويس، ولكن اكيد حد من زمايله او ممكن اخوه فراج تعبان. بتقول لها مستشفى مين؟ بتقول لها في المستشفى الدوليه. بتقول لها نهار اسود. بتقفل معاها وبتروح لهم جري على هناك. بتشوف فراج خارج بالاشعه. بتقول خلاص مستقبلي باظ. بتقول له ابوس ايدك سامحني. بيقول لها مستحيل. بتقول له صدقني كان غصب عني. بيقول لها ودي فيها غصب عنك؟ فين ساعتك يا هانه ولا نسيتيها في البيت؟ بتقول له اه نسيتها في البيت، انا نسيتها في البيت. وبتاخده بالحضن، كل اللي بيعدي بتاخده بالحضن من الفرحه. وهوب تايجر بيقول له اه يا اسطى بطني هتموتني، انا غلطان ان اتدنيت وشربت العصير بتاعك، مش تقول لي ان عينك كانت فيه. يقول له تستاهل يا باغي، اللي بيجي عليا ما بيكسبش. تاني يوم فراج بيخرج مع واحده من حبايبه. بتقول له بص انا مش عايز اتجوزك بس نفسي يكون بينا اطفال. بيقول لها ربنا يسهل الحال. وهوب سمرة بتخش عليه. بتقول له ايه؟ بيقول لها ايه انت؟ بتقول له عايزه اقابلك. بيقول لها ما احنا متقابلين اهو. بتقول له لا اقابلك انا وانت لوحدنا. بيقول لها امتى؟ بتقول له استناك في فندق كوكلي. بيقول لها خلصانه. وبتسيبه وتمشي. وفعلا تاني يوم بتستناه وبتحط في العصير نقاط مخدر وبتقول اهم حاجه خليني فاكره الكوبايه اللي على الشمال. فراج بيحضر وبيقول لها ايه الحلاوه دي؟ بتقول له انت لسه شفت حلاوه؟ تعالى معايا. بيقول لها عصير؟ خد يا ست احلى كوبايه. بيمد لها الكوبايه اليمين، بتتلخبط فبتاخد الكوبايه الثانيه. بيقول لها اشربي. بتشرب وهوب فيهم واحد بيبدا يدوب بيقعد، واللي شربت البنج هي يا صديقي. بتقول له حاسس بايه؟ بيقول لها نبضات قلبي بتزيد. بتقول له حلوه قوي، اصل انا حاطه لك جرعه كبيره قوي. يقول لها جرعه ايه؟ بتقول له جرعه حب. بيسندها. بتقول له يا اسطى ازاي انت تشرب وانا ادوب؟ بس انت شكلك حلو قوي النهارده، كل الشياكه دي علشان تعجبني؟ وحتى لو عجبتني انا بخاف من الحب. بيقول لها ليه؟ بتقول له لانكم كلكم غدارين وخداعين وما تكدبش عليا وتقول لا لانكم برضو كلكم كدابين. هو انت ممكن تغدر بيا وتسيبني او تخدعني؟ بيقول لها لا. بتقول له طب احكي. بيقول لها وليه الحلفان؟ بتقول له لان انا عندي عقده من زمان، ابويا ساب امي واحنا صغيرين وامي من حسرتها عليه ماتت وسابتنا صغيرين. من يومها وانا واخده وعد وعهد على نفسي وعلى كل زمايلي ما يتجوزوش وما يحبوش اي راجل، لاني مش هستحمل اي حد من اللي اعرفه تكون نهايته نفس نهايتهم. انتوا ليه بتستغلوا البنات حببوهم فيكم وتاخدوا اللي انتوا عايزينه وترموهم؟ ليه مفيش عقل؟ ليه مفيش حب؟ بيقول لها فيه. بتقول له بجد؟ بيقول لها صدقيني فيه، مفيش راجل شبه التاني ومفيش ست شبه التانية ومفيش حاجه في الدنيا دي شبه بعضها، صوابعك مش شبه بعضها. بتقرب منه ولكن بيبعد عنها. بتقول له يعني انت مش هتسيبني؟ بيقول لها مستحيل. بتقرب منه وهو بيخش جوه ومن غير تفاصيل انا وانت وهو عارفين ايش اللي بيصير جوه يا زميل. تاني يوم بيبص على دماغها وهو بيسيبها نايمه وبيمشي. بتصحى من النوم مصدومه مش فاكره اي حاجه من اللي حصلت امبارح. وفراج بيخرج بره وليله امبارح بتغير فيها حاجات كتير قوي. الواد خلاص حبها صديقي. وسمرة بتروح على المستشفى في منتهى الغضب ولكن ما باليد حيله، عايزه تخرج الساعه من بطنه. بتروح تاني تقابله وبتقول له ها جبتني ليه هنا؟ بيقول لها البسي ده الاول. بتخش تشوفه. بتقول له نهارك اسود. برضه بتلبسه وطبعا مش هتشوفه حفظا على مشاعرك يا صديقي. المهم بينزل بيها الميه وهو بيوريها اجمل منظر ممكن تشوفه اي عين بشريه. بيسيبها وبيروح عند البتاعه دي، بيفتحها وبيخرج منها الخاتم ده، بيرجع لها وبيلبسها الخاتم، بيطلع بيها فوق والاتنين بيكونوا في منتهى السعاده. وهوب مره واحده بتطب ساكت على الارض، بتكون غرزه بحقنه بنج فورا صديقي. اخيرا بتاخده على المستشفى وبتخرج من بطنه الساعه وتعدي الدقايق وتفوت الساعات وكمان بتحضر في المكان. بتقول لها بقى كده يا سمرة طول الفتره اللي فاتت كنت بسمع كلامك ومش راضيه جوزي يقرب منه وفي الاخر تطلعي مقضياها مع فراج وكمان اتقدم لك وقبلتي تتجوزيه؟ لك حكى لي كل اللي حصل بينكم. بتقول لها خلاص قطع لساني، الجواز وحب مين؟ كان غصب عني، انا بلعب عليها علشان اخلص مصلحتي. انت عارفه ان انا ما كرهتش في حياتي قد اللي اسمه فراج ده، بس يلا الظروف تحكم. من شهرين 3 جاني عمل عمليه عندي، ما اعرفش ازاي الساعه بتاعتي وقعت في بطني، قفلت عليها والباشا ساب المستشفى وماشي. لو حصل له تلوث وراح اي مستشفى غير هنا واي دكتور اكتشف المصيبه
الكلبه دي كنت هروح في 60,000 داهيه، وعلشان اجرجره هنا تاني كنت لازم امثل اني بحبه، ما كانش قدامي حل تاني. تعالي خلينا نشوف. وهوب فيراج بيكون قاعد وسامع كل اللي اتقال. بتقول له عامل ايه دلوقتي؟ بيقول لها كنت قاعد بسمعك كنت بتكدبي على كامل. بتقول له لا انا ما كنتش بكدب عليها، انا كنت بكدب عليك انت وخلاص فركه، مش هكدب تاني لان زهقت من كتر التمثيل بحب شخص عمري ما هحبه. بيقول لها ازاي يا سمراته؟ بتقول له دكتور سمراته لو سمحت هتنسى نفسك ولا ايه؟ اللي بيني وبينك خلاص خلص، يلا طرقنا. بيقول لها انت بتهزري صح؟ بتقول لها كامل فاهمين انا بقول ايه؟ الظاهر ان التمثيل كل دماغه، يلا متخلف هونا بقى. بيقول لها انت بتعملي ليه كده فيا؟ بتقول له عملت ايه ان شاء الله؟ بيقول لها انا حبيتك وكنا خلاص هنتجوز. بتقول له تتجوز مين يا جربوع انت؟ يلا يا عم البس هدومك وطرقنا. هو بتسيبه وتمشي بصدمته يا صديقي. بيرجع على الشغل بيخلص المشهد، واحده من البنات اللي يعرفهم بتقول له مالك؟ بيقول لها ما في، اتجوزيني؟ بتقول له ما تهزرش. بيقول لها بعد بكره هنتجوز. لاكي بيقول له انت بتعمل ايه يا اخويا؟ بيقول له مش عارف بس هعمل اللي كنت ناوي اعمله، حتى لو هعمله مع شخص تاني ممكن ده يخفف الالم اللي جوايا. في الوقت ده سمرتها بتحط ايديها تحت الميه وبتحاول تقلع الخاتم. خالتها بتقول لها ايه حبيبي القلب فراج هيجيب لك واحد اوسع ولا ايه؟ بتقول لها اوسع مين؟ انا قابلته اصلا علشان حاجه معينه في دماغي وخلاص خلصت. بتقول لها خلصت؟ بتقول لها خالته هو انت فاكره بعد اللي حصل لامي هفكر في جواز ولا حتى في ارتباط تاني؟ انا مستحيل ادخل اي راجل حياتي. بتقول لها لا انت زودتيهم قوي يا بنت انت. بصي بقى انت كنت صغيره لما ابوك وامك سابوا بعض. اسمعي بقى الحقيقه، زمان ابوك كان راجل غني قوي ومعاه فلوس، اما تقدم لامك قالت لباباها ومامتها انا مش حباه، قالوا لها الحب هيجي بعد الجواز. اتجوزوا ولكن امك ما كانتش طايقه له كلمه، وكلمه طلقني كانت زي اللي بانه في بقها لانها مش حابه ابوكي اصلا. ابوكي زهق منها وجاب اخره تعب فقرر يطلقها، وانتوا كنتوا في حضانتها. عدت السنين وامك عرفت انها غلطانه، كانت المفروض تدي فرصه لابوكي الراجل الوحيد اللي حبها. كلمته ولكن كان فات الاوان وابوكي اتجوز. ماتت بحسرتها لانها ضيعت فرصه زي ابوكي. دي الحقيقه يا بنتي وانا كنت مخبياها عنك لانها اختي، ما ينفعش اقول لك امك هي اللي غلطانه وتبان وحشه قدامك. وبتسيبها وتمشي. سمرتها بتكون في منتهى الصدمه لانها عايشه بقالها زمن فاهمه الرجاله غلط. يحيى العدل، الحقيقه ظهرت وانتصرنا يا صديقي. المهم سمرتها بتفضل تعيط والدنيا بتلف بيها. تاني يوم بتروح على المستشفى، لاكي بيخش عليها بيقول لها اخويا حكى لي كل حاجه حصلت بينكم، ووصلت بيك القله تقابليه في فندق لوحدكم علشان تاخديه على المستشفى تخرجي من بطنه الساعه، كنت قلتي له كان هيجي لك المستشفى لحد عندك، مهما عمل معاكي ومهما كرهك ما يرضاش يأذيكي اخويا وانا عارفه، ولكن انت اذيتيه علشان مصلحتك. ورحت له الفندق ورخصت نفسي. مش عارف ان كان الكلام اللي هقوله لك ده هيفرحك ولا هيزعلك، ولكن يومها اخويا ما عملش حاجه، واول مره يكون مع بنته لوحدهم ويتحكم في نفسه وما يعملش حاجه. بتقول له يعني هو ما لمسنيش؟ يقول لها ابدا كان قادر ولكن حبك، اما حس انك بتدوري على راجل نضيف ما رضيش يلمسك وقرر يتجوزك. جايز يكون حبك قد ما انا بحبك امين، اللي انت برضو دمرتي حياتها وحياتي بطريقه تفكيرك ومعتقداتك اللي مش موجوده. ايوه انا وكميني خلاص هنتطلق بكره. هو بيسيبها ويمشي متدمره وتخرج بره، وغصب عنها رجليها بتاخدها على الاماكن اللي فيراج كان بيخرجها فيها، هي الاماكن اللي كان بيعمل معاها كل حاجه من قلبه بحب علشان يحتويها، وهي همها الشغل والمال اللي كان عامي عينيها. ثاني يوم لاكي بيروح على المحكمه وكميني بتمسك الآلة وبتكون خلاص هتنهيها، ولكن سمرتها بتخش عليها وبتقول له اثبت يلا منك ليها، انتوا بتعملوا ايه؟ بتضيعوا حياتكم، انا كنت غلطانه وجاتني الفرصه زيكم اتجوز انسان حبني وحبيته، ولكن افكاري ومعتقداتي كتموا على قلبي، كبرت مع اللي حبني وحبيته فضاع مني، ما تخلوش افكاري ومعتقداتي اللي مش موجوده اصلا تدمر علاقتكم زي ما ضيعت مني فراج. عيشوا حياتكم زي ما قال الكتاب، استمتعوا بحياتكم يا اولاد. كميني بتاخدها بالحضن ولاكي بيقول لها بس انت لسه قدامك فرصه، فراج لسه ما اتجوزش. بتقول له وانت عايزني اروح له ادمر قلب البنت اللي هيتجوزها؟ بيقول لها قلب مين؟ دي ما كانتش عايزه تتجوزه اصلا، هو اللي طلب منها وهي ولا فارق معاها، وبرضه هو ولا فارق معاه ولا بحبها ولا احزنوه. بتقول له بجد؟ بيقول لها وحياه المخرج ابن الهرمه اللي محاسن تبقى بتقول له يلا بينا. بيروحوا جري على هناك وفراج بتنزل له العروسه، بيتخيلها سمراته ولكن بيكتشف انه واخد شنب. والله ما تنمر يا صديقي، بص كده هتلاقي شنب ما اعرفش ليه مش شايلاه او ممكن تحدده هيبقى اشيك واحلى. المهم بيكون خلاص هيلبسها الخاتم، ولكن كاميني بتشغل له الاغنيه اللي كانت في الساعه اللي في بطنه. بينصدم. بتقول له ازاي يعني؟ انا عارفه ان اللي بعمله غلط بس حتى لو خدت غيري هيبقى عبط، انت حبيتني انا وانا اقسم لك حبيتك بس كنت بكابر وفاهمه الدنيا غلط، مش معنى كده انك تبوظ جوازتك يعني ربنا يسعدك. بتقرب منه وهو بيقرب منها وشنبه بتسيبهم وتمشي. فراج بيروح وراها بيقول لها كلمتين وبيرجع تاني لسمراته بيقول لها هنجري قدامي. بتقول له يا عم فكر، انا مش بقطع على البت بس فكر. بيقول لها يا بنت اركبي العربيه خلينا نروح على بيتنا، انت ما بتفهميش. بتاخده بالحضن والكل بيسقف لهم لانهم تقريبا خدوا كاس العالم يا صديقي. المهم شنبه بتقول لهم ربنا يساعدكم. سمراته بتروح تاخدها بالحضن وبتروح تركب مع فراج، بياخدها في حضنه وبتقول له بتحبني؟ بيقول لها طبعا يا حياتي، قولها يوماتي وهات لي جيلاتي ووصي حماتي تجيب لي عريس ما يكونش فلاتي، يشمر كمه ويغسل لامه هدومها عشان يغسل لي حاجاتي. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى صديقي اكون كفيت ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت، وكومنت من قلبك يفرح قلبي يا ريت، واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد، وخش خد لفه في القناه صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.